في الغناء في العالم العربي، يتمتع بموهبة الغناء والتلحين، وله بعض التجارب في كتابة الشعر الغنائي. من أغانيه افتخر أني سعودي هو أيضا معنا في استديوهاتنا في صباح السعودية. نرحب مشاهدينا الكرام بفنان مختار بركات. صباح الخير. صباح النور. أرحب بالسادة المشاهدين وأقول لهم صباح الخير. نعم. دائما احنا نتكلم، يمكن أول سؤال في الثانيتين هذه وأنت تدخل نقول لك وين العود؟ والله أنا أعزف بصوتي ما شاء الله، ودائما كل فنان ألف صوته طبعا. نعم. وإن شاء الله نحن ننال على استحسان الجمهور إن شاء الله. طيب في البداية نسمع افتخر أنا سعودي. فيلم سعودي. في العمل من كلمات الشاعر وائل باروم ومن ألحان المخرج عيد الشمري. تفضل. من أرض أبو متعبانة وافتخر إني سعودي، درتي دار الهنا وحبها يسرب عروقي، حبها يسرب عروقي. من أرض أبو متعبانة وافتخر إني سعودي، درتي دار الهنا وحبها يسرب عروقي، حبها يسرب عروقي. الله يعطيك العافية. يعني هذه ثقة جميلة لما أنت بتتكلم تقول أنا أعزف بصوتي يعني بدون وجود العود. والله هو احنا أثبتنا ما شاء الله. الله يخليك. أكيد لكل فنان يعني آلة في صوته طبعا، الصوت هو آلة موسيقية. نعم. الإحساس هو اللي يسير الفنان طبعا. نعم. يمكن السؤال يا مختار اللي يتبادر في ذهن كل واحد منا، مختار متى بدأ يعني مع الأغنية وتاريخه مع الأغنية مرورا بكتابة الشعر الغنائي؟ والله أنا بدأت منذ الصغر طبعا، يعني الموهبة كانت يعني تدريجية إلى ما يعني وصلت مرحلة النضوج. طبعا أنا من أسرة تهتم بالأدب والثقافة. نعم. فجدي أبو أمي أديب وله 5 مؤلفات، ووالدي يعني رجل سميع من الدرجة الأولى طبعا، يعشق أم كلثوم طبعا. فتربيت على جو فني، وأضف إلى ذلك حبي للفن الأصيل والشيء الذي يلامس وجدان المستمع. يعني فبدأت من أم كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، محمد عبده، طال مداح، فوزي محسون، إلى أن وصلت مرحلة فيروز. أكيد طبعا أنا أعشق صوت فيروز. نبغى نسمع لفيروز. نبغى نسمع شيء لفيروز. والله أنا أتمنى الجمهور يسمع مختار بركات، يعني أتمنى الجمهور يسمعني أنا أكثر. يعني أنا أعتز من ألحانك ومن كلماتك. أيوة عندي أعمال كثيرة طبعا. نسمع جزء منها. عندي عمل من كلمات الأستاذ الدكتور صالح الشادي، قدمته في بداية الفنية في سهرة تلفزيونية بعنوان مجلس الفن. طبعا شرفني بوجود السهرة الأستاذ محمد المقيس الله يعطيه الصحة والعافية، والفنان محمد موسى الرفاعي. العمل يقول عنيدة الدنيا، طبعا من ألحاني طبعا. كلماتك ولا؟ لا، كلمات الدكتور صالح الشادي. نعم. عنيدة عنيدة يا الدنيا عنيدة، وش انت من عذابي مستفيدة؟ عنيدة ليه يا الدنيا عنيدة، عنيدة ليه يا الدنيا عنيدة، وش انت من عذابي مستفيدة؟ حرام اني اعيش الهم وحدي، حرام اني اعيش الهم وحدي، وكل الناس من حولي سعيدة، وكل الناس من حولي سعيدة. الله، نحن سعداء بوجودك معنا، لكن نبغى نسمع شيء يكون فيه سعادة أكثر. لا أكيد إن شاء الله، أكيد. إيش نسمع؟
أكيد نسمع. نسمع. سوي اللي يرضيك وخليك فاكر. اللي يرضي إنك أنت تسمعنا شيء كويس وشيء سعيد. طيب نقول كذا شيء فرايحي. أكيد. يعني فوق كمان في الكنترول حابين يسمعوا شيء لأم كلثوم، سمعنا بعدين نحن نرجع للألوان طيب اللي عندك. نقول أم كلثوم. نقول حيرتي قلبي معاك وانا بداري واخبي، قول اعملي وياك، قول اعملي ويا قلبي، بدي اشكي لك من نار حبي، بدي احكي لك عاللي في قلبي، واقول لك عاللي سهرني، واقول لك عاللي بكاني، واقول لك عاللي سهرني، واقول لك عاللي بكاني، واصور لك ضنا روحي وعزة نفسي منعاني، وعزة نفسي منعاني. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. رائع بصوتك وبصوت أم كلثوم. طيب احنا الآن بنحاول نستهلكك ال10 دقائق هذه نسمع. طيب فحاب تسمعنا الآن يعني أنت شيء هالمرة بنعطيك هالأغنية على ذوقك. طيب